بسم الله الرحمن الرحيم. متابعين الاعزاء، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير يا رب. النهارده ان شاء الله بنعمل اكله اقتصاديه. طبعا مش اقتصاديه قوي لان الاسعار غليت دلوقتي طبعا زي ما انتوا عارفين، بس هي اهو يعني برضو بتمشي. طبعا انا معايا كيلو باذنجان خرطته كده، ومعايا فلفل سبايسي وفلفل رومي مع بعض. طبعا الفلفل بديله زي ثقب كده بالسكينة، افتحه يعني على اساس لما اجي احمره ما يفرقعش معايا. والبدنجان خرطته كده، وطبعا بسيبهم برش عليهم ملح يعني ربع ساعة، على اساس برضو في التحمير ما ياخدوش معايا زيت كتير. والنهاردة برضو بالنسبة للزيت هقول لكم على تكة او تركاية خفيفة برضو هتوفر معانا الزيت وتخلي المقليات معانا كلها ما تشربش الزيت معايا، بحيث يعني من ناحية التوفير. انا الزيت ده كنت حمرت بيه قبل كده بطاطس على الفطار، فانا بحط فيه ربع معلقة الشاي نشا، بدوبها وهو بارد، وبعد كده ابدا يسخن وابدا عادي احمر اي حاجه معايا. الفكره دي او التركايه دي ما بتخليش يعني اي حاجه انا بحمرها ما بيخليهاش يعني تشرب مني الزيت. وانا دي كوبايه زيت كنت عملت بيها الصبح نص كيلو بطاطس، وهو دلوقتي بقلي بيها البدنجان ده كيلو، ومعايا الفلفل وبرضو هتفضل معايا موجودة وموفرة. وطبعا انا حمرت البدنجان اهو زي ما شفت حضراتكم، وده الفلفل مش بحمره قوي يعني يدوب بيدبل كده، بحب ان هو يبقى فيه يعني سنة جرشة كده بسيطة، بيبقى طعمه احلى واحلى. وطبعا كلهم كده اتحمروا وبقيوا جاهزين معايا، حطيتهم على جنب طبعا على ما اعمل الصوص او الصلصة بتاعت المسقعة. طبعا انا نزلت بمعلقتين زيت تقريبا، ومعلقة ونص توم مفروم، ودي معلقة كزبرة طبعا، وملح وفلفل وكمون، حمرتهم وطفيتهم بمعلقتين خل. ونزلت طبعا بالطماطم، انا الطماطم كنت مفرزاها وبعد كده فرمتها ونزلت بها على الثوم والخل. طبعا الخل بيديني نسبة مزازة حلوة قوي في المسقعة، وكمان الصلصة او الطماطم بديها نص معلقة شاي سكر، برضو بتبقى في نسبة تعادل ما بينهم، فبيبقى الطعم بصراحة جميل جدا. فطبعا كده انا بعد ما سويت البتنجان اول ما طبعا حطيت الطماطم بنزل على طول بالبتنجان وبسيبه يغلي شوية لحد ما يبقبق معايا، وتبدأ البتنجانة تبقى حلوة كده وسميكة وطرية وشاربة من الصوص، بيبقى طعمها جميل جدا وبتأكل بصراحة ومشبعة جدا. فهنا كل الكمية اللي عندي كده مع الفلفل اللي انا قليته، مع الليمون اللي انا خليته معاكم من فترة حلو قوي جميل ودايب، وكمان عندي جبنة قديمة بحط فيها قشر برتقان، بحط فيها قشر ليمون، بيبقى طعمه حلو قوي في الاكل وبتأكل. فدي من الاكلات الشعبية الجميلة اللذيذة اللي احنا لازم نحاول ندخلها معانا اسبوعيا، بتبقى فيها قيمة غذائية عالية وبتأكل فعلا لذيذة، وبرضو نقدر نقول برضو موفرة في ظل الأسعار الغالية دي، وهي غالية ومكلفة يعني مش بسيطة، بس اهو طبعا على قد ما بنقدر. فياريت تجربوا حضراتكم وتجربوا طبعا ده عيش شمسي حلو قوي يعني اللي هو بتاع البلد، برضو بيبقى جميل جدا في الأكلة دي، بيبقى طعمه حلو قوي وبيحلي الأكل طبعا. فطبعا ياريت حضراتكم اللي يجرب ألف هنا وشفا.